إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم عندنا مؤتمر صحفي وبيان جد مهم من وكيل الملك الذي يكشف عن تفاصيل خطيرة جدا متعلقة بشبكة النصب والابتزاز والتشهير ونشر الادعاءات الزائفة ديال النصاب هشام جيراندو اللي هارب على برا وورط عائلته في هاد الجرائم ديال الابتزاز والنصب. وانا غادي نعطيكم واحد القاعده قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الموضوع. غادي نعطيكم واحد القاعده. شوفوا، اي كماره، اي وجه كيبان في قناه جزائريه ولا في قنوات جزائريه ولا كتستعملوا القنوات الجزائريه من اجل الاساءه للمغرب، بل الأكثر من ذلك من أجل الإساءة لجلالة الملك ونشر الأخبار المزيفة والكاذبة، هذا عرفوه يا إما نصاب، يا إما مجرم، يا إما تاجر مخدرات، يا إما ارتكب شي مصيبة كحلة وهارب على برا، يا إما شي حاجة من هذا القبيل. لأن كل هذوك الخونة ديال الخارج هذه هي الصفة اللي عندهم مشتركة، يا إما مجرمين، يا إما نصابين، يا إما مغتصبين، يا إما تاجرين، يا إما مهربين، يا إما شي حاجه من هادشي. على كل، هذا الشبكه ديال الابتزاز ديال هشام جيراندو اتضح على انها شبكه كبيره جدا، جالسين كيبتزوا في عباد الله وكي شدوا فيديوهات على عباد الله وكيهددوا فيهم باش يعطيو لهم 5000 درهم. اللي عطى 5000 درهم لهشام جيراندو وحول هذا المبلغ لهشام جيراندو كيحيدوا ليه هذاك التسجيلات ولا هذوك المواد باش كيبتزوا هاد الناس. اذا نشوفوا البيان ديال النيابه العامه اللي بناء على التحقيق وبناء على ما قامت به السلطات الامنيه والاجهزه الامنيه اللي فككت هذا الشبكه، وقالت لنا ما يلي. كشفت النيابه العامه بالمحكمه الابتدائيه الزجريه لعين السبع بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عن المستجدات بشان قضيه متابعه 5 أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، والتي يوجد المشتبه فيه الرئيسي فيها في حالة فرار خارج أرض الوطن وتحديدا في كندا، وهذا بطبيعة الحال متعلق بالنصاب هشام جيراندو. وذكر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع السيد جمال الحرور أنه ارتباطا بهذا الموضوع فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن قدمت بتاريخ 1/3/2025 أمام هذه النيابة العامة 5 أشخاص من ضمنهم فتاة قاصر. هما بغاو يستغلوا القضية ديال فتاة قاصر وقال لك ودي راه اعتقلوها ما اعتقلوها، بينما لم يتم اعتقال هذه الفتاة القاصر بل تم تحويلها لمركز لحماية الطفولة، لأن المشكل الطامة الكبرى أن هشام جيراندو كان يستغل فتاة قاصر لتنفيذ أعماله الإجرامية. هذه الحقيقة ديال النصاب ديال كندا، كان يستغل طفل قاصر لتنفيذ أعماله الإجرامية. نزيدوا نتابعوا باش نفهموا أكثر شنو كتكدير هذا الطفل القاصر، والتي تبلغ من العمر حوالي 15 سنة. وهذه كذبة. هشام جيراندو قال لك 13 سنة بينما الحقيقة 15 سنة. علاش زور العمر ديالها؟ لماذا قام بتزوير عمرها؟ نزيدوا. وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة عائلتها إلى التهديد للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التواصل الفوري الواتساب. واحد السيده هي والعائله ديالها كانوا كيبتزوها عن طريق الواتساب باش انها تخلص تصيفط 5000 درهم لجيراندو، والا غادي ينشروا ليها داكشي ديالها ولا ما عرف شنو كاين في هذه القضيه. زيدوا. وتبعا لهذه الشكايه اوضح السيد الحرور خلال ندوه صحفيه ان النيابه العامه امرت بفتح تحقيق قضائي عهد به للفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، حيث قامت هذه الاخيره بتجميع وسائل اثبات ماديه، يعني كاين دلائل ماديه وتقنيه، لدى الشرطه القضائيه. طالما على انه كاين دلائل ماديه وتقنيه، راه ما عندك فين تهرب يا النصاب ديال كندا. تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركه في ارتكاب الافعال الاجراميه التي اقترفتها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم باصاله قرابه. المشتبه فيه الرئيسي شكون هو؟ هشام جيراندو اللي هارب في كندا ومحصل عائلته في قضايا الابتزاز. زيدوا. وأوضح أن المشتبه فيهم قاموا بتقديم وسائل إعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية
وكذا الأقنان المرتبطة بها، حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية، وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة. وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء، إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز. هل اللي قلنا يعني كاين دلائل على أن هناك تحويلات مالية من الضحايا للنصاب ديال هشام جيراندو، يعني جالس كيبتز فيهم وكيشد منهم الفلوس. وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي. أما بالنسبة للفتاة القاصر، هو الموضوع المهم، أما بالنسبة للفتاة القاصر، أكد السيد الحرو أنه تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته في بهاتفها، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث، بالإضافة إلى 5 حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها. يعني سمعوا معايا مزيان، يعني هشام جيراندو كان كيخدم التليفون ديال هاد الفتاة القاصر باش يبتز الضحايا ديالو، لانه ما يقدرش يبتزهم من كندا، لان الا ابتزهم من كندا الكنديين غادي يسيقوا الاخبار غادي يصيفطوه للمغرب، فخصو يبتزهم من داخل المغرب. واستعمل الهاتف ديال فتاة قاصر. ها علاش ورطوا فتاة قاصر في المعمعة؟ استخدموا الهاتف ديالها، وهي اللي كانت كتجيب لهم الكراطي، هي اللي كانت كتجيب لهم الارقام، هي اللي كانت كتجيب لهم يعني الكل، هي اللي كانت كتسهل لهم كل شيء باش يستخدموها. كيستخدموا فتاة قاصر العمر ديالها 15 سنه باش يبتزوا العباد الله. شفتوا النصاب ديال كندا شنو كاين داير في المغرب؟ شفتوا النصاب ديال كندا اللي جالس كيتكلم لنا على سارومان جاي داير انقلاب في المغرب، وهاري بوتر جاي داير انقلاب في المغرب؟ شنو كاين كيدير؟ هادشي كامل دايرو يدو مع نظام حضارات الجزائر باش يهرب من هادشي، زيدوا. حيث أكدت عند الاستماع إليها إلى الفتاة القاصر في محضر قانوني بحضور ولي أمرها أنه فعلا سبق وأن قامت بتثبيت أرقام النداء بهاتفها استعملها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بموقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية. يعني كانوا كيشريوا الكراطي وكيصوبوا حسابات في الواتساب باش هذوك الأرقام اللي كيصوبوا بهم الواتساب، كيصوبوا بزاف ديال الارقام ديال الواتساب كيدخلوا بها على هذوك الضحايا ديالهم اللي كيبتزوهم، باش يقولوا لهم يا اما تصيفطوا لنا الفلوس يا اما نديروا لكم وفعلوا لكم. مرتين معهم فتاة قاصر في هذه الافعال هذه. وشدد على انه حفاظا على المصلحه الفضلى للحدث وطبقا للاجراءات القانونيه المعمول بها بالنسبه للاحداث، تمت احاله فتاة القاصر على السيد قاضي الاحداث الذي قرر ايداعها باحدى مراكز رعايه الطفوله. القضيه ديال الاعتقال مع الاعتقال هضره خاويه، ما يمكنش يتم الاعتقال ديال فتاة قاصر، تم احداث يعني ايداعها بمركز لحمايه الطفوله، لرعايه وحمايه الطفوله، وهذا شيء عادي جدا. وتبعا لذلك اكد جمال الحرور ان النيابه العامه وجهت المشتبه فيهم الخمسه تهم المشاركه في اهانه هيئه دستوريه، والمشاركه في هيئه منظمه، والمشاركه في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبه بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محامي بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة. يعني أفعال جد خطيرة، حتى المحامين ديال الضحايا ديالو كان كيبتزهم، المحامين ديال الضحايا ديالو كان يبتزهم. شفتوا النصاب ديال كندا شنو كان كيدير؟ زيدوا. وخلص إلى أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم أثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون، ومنها حقهم في الاستعانة بمحامي خلال مرحلة الاستنتاق. وأكد أنه إذ نحيط الرأي العام بالوقائع المذكورة أعلاه تؤكد هذه النيابة العامة بأنه بتاريخ يومه الثلاثاء تم تقديم مجموعة إضافية من الأشخاص وشدوا أشخاص آخرين. علم الله هذه الشبكة قداش كانت. تم تقديم مجموعة إضافية من الأشخاص
يشبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز. تقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم. وخلص إلى أن البحث لازال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة. يعني مازال كاينين الآخرين، مازال كاينين الناس آخرين في هذه الشبكة هذه. ها النصاب ديال كندا شنو كان كيدير؟ مستغلا طفل قاصر العمر ديالها 15 عام، كتجيب ليه الكراطي وتجيب ليه الأرقام باش يصاوب منهم الحسابات في الواتساب، باش يبتز الضحايا ديالو، باش يقول الضحايا ديالو صيفطوا لي 5000 درهم ولا ندير لكم ونفعل لكم ونفعل لكم. اشنو كنقول لكم؟ راه اي واحد دار يده في اليد ديال النظام الجزائري غتلقاه يا اما مجرم، يا اما نصاب، يا اما محتال، يا اما مبتز، يا اما مغتصب، يا اما مهرب، يا اما تاجر المخدرات. وهذا شيء معتاد، هادشي معتاد. هادشي اللي كيقدر عليه النظام الجزائري، انه ينسق وانه يستقطب وانه يجتمع مع المجرمين وتجار المخدرات والهاربين من القانون والهاربين من العداله. واحد منهم هذا واللي مازال كيتيقوا هذا، اللي مازال كيتيقوا هذا النصاب يمشي يراجع قواه العقليه، لان بعد ما هاد الافراد ديال العصابه ديالو بداوا يسقطون الواحد تلو الاخر، خرج بهذاك انا كنسميها مهزله، ماشي مهزله، انا كنسميها فضيحه القرن، فضيحه عقليه، فضيحه تنم عن مدى التخلف العقلي اللي كاين سواء عن نظام حضاره الجزائر ولا عند هاد الكراكيز ديالها، كراكيز ديال نظام الحضاره. خرج لنا بفيلم اسطوري دحدوحي ما عندوش مثيل، قال لك راه دايرين انقلاب في المغرب وجالسين كيسحروا للملك، دايرين انقلاب في المغرب بالسحر. قال لك لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اول مره نسمع في التاريخ بانه شي واحد داير انقلاب بالسحر والشعوذه. كل شيء واضح، كل شيء باين. وراه جبت لكم فيديوهات سابقه وجبت لكم وقائع سابقه وجبت لكم دلائل سابقه كيف تورطت القنوات الجزائريه. اصلا غير تسمعوا بان قناه جزائريه كتمشي كتنشر الفيديوهات ديال هاد الخونه هادو، صافي رفعت الاقلام وجفت الصحف، صافي سال الفيلم. غير تسمعوا بان شي حد من هادو يتم الترويج لهم في القنوات الجزائريه واستضفوه في القنوات الجزائريه، انتهى الموضوع. ما تزيدوا تفكروا وتحللوا كذا، امور واضحه. اذا هادشي اللي كاين متابعينا الكرام فيما يتعلق ببلاغ وبيان النيابه العامه ووكيل جلاله الملك. غادي نخليكم هنا متابعينا الكرام، وغادي نوافيكم بطبيعه الحال اذا كانت هناك اي مستجدات عاجله فيما يتعلق بهذا الموضوع.